الباك جيت تقريبا من اوائل على جمهوريه مصر العربيه، والاول على الاداره ديالتي تقريبا. وكان الحلم ديالي باغي نقرا الصحافه وباغي نقرا الاعلام بصفه عامه، وكنت باغي ندير الاعلام الرياضي. كنت باغي نرجع للمغرب مره اخرى، باش نقرا الاعلام في المغرب. كان هذا هو الهدف ديالي. فاش قلبت على الخيارات اللي كاينه في المغرب باش تقرا الاعلام، قلال بزاف، صعاب، الاماكن محدوده، تصنيف ما كاينش زيرو. بينما لقيت جامعه القاهره اللي في مصر اللي دوله جاره، جامعه القاهره مصنفه الرابعه 84 84 تقريبا في واحد التصنيف الصيني. كان فيه 5000 جامعه عالميا، احد التصنيفات كنقصد اللي موثوقه جدا. بينما المغرب في 5000 جامعه ما عنده حتى شي جامعه مصنفه عالميا. تيرانات ولا كاس العالم ولا الكان، هذه اشياء رائعه جدا وغتفيد المغرب في السياحه. المغرب اللي اصلا في السياحه ولا رائد افريقيا باش نكونوا صريحين. ولكن قبل من السياحه، قبل كاع من الصناعه، كيكون التعليم. ما غنقولش قبل من الصحه بزاف، ولكن قبل من الصحه نوعا ما. ولكن يكون بتوازي، لان ما غتخليش الناس يموتوا وتقول لهم سيروا تقراو. نكونوا منطقيين صراحه. ولكن الطبيب اللي غيداويك راه غيجي من التعليم. فالتعليم هو الاساس. الثوره الصناعيه اللي دارت في اوروبا ما دارتش بكره قدم، وما دارتش بالكان، وما دارتش حتى بالسياحه. كونوا واضحين. كاينين شي دول كيبقاو اسيويين وكتعرفوهم، كيبقاو في ذاك النطاق ديال دول ناميه غير مؤثره وكتعاني، لانها رغم السياحه ورغم الاموال الرهيبه اللي كتجيها من السياحه، ولكن التعليم ما كاينش، الصناعه، البحث العلمي ما كاينش. فلا جينا نسولوا المواطن المغربي، الكره عندك، انت مصنف كره القدم 11 عالميا، المنتخب الاول ديالك في الفيفا، وفي التعليم الاساسي 154. لا درنا واحد التبديل، درنا واحد السويتش. خلينا التعليم هو ال11 ومؤشر التنميه 11، ولكن كره القدم المنتخب ديالك يكون 154. شنو غيكون الجواب ديالو؟ كناجدو ملكنا العزيز اللي دائما يضع الشباب المغربي في مقدمه اهتماماته دائما، وفي جميع خطاباته دائما يضع الشباب المغربي ويعترف به كوقود الامه، وقود الشعب. كنجدوه باش يشوف من مطالب الناس ان على اقل حقوق هاد الشباب انهم يتظاهروا سلميا في دوله من المفترض انها دوله ديمقراطيه.